بص يا سيدي، مش معنى ان انا يكون عندي حالة نفسية او اضطرابات نفسية او حالة عصبية او مسة ارضية او معمول لي عمل. ده معناه ان انا ما اكونش مدرك للحاجات اللي انا بعملها، او ما اكونش مدرك للسؤال اللي بيتسأله لي. في حاجات ممكن اكون انا مش مدرك ليها ومعرفش اجاوب عليها، وفي حاجات تانية ممكن اجاوب عليها. ده اللي حصل مع الداعية آلاء عبد العزيز، اللي هي كانت بتقدم برنامج ديني، وفجأة تحولت من إنسانة محجبة إلى إنسانة متبرجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطني. تحياتي واحترام وتقدير لحضراتكم جميعا. اللي يبدو ان انا تحدثت مع حضراتكم مؤخرا في قصة الداعية الاسلامية آلاء عبد العزيز، وانا ما كنتش حابب اتكلم فيها، ولكن بعد ما دخلت وشفت التعليقات على معظم الفيديوهات اللي بتعملها آلاء عبد العزيز، او الناس اللي بتعملها على الداعية الاسلامية آلاء عبد العزيز بعد ظهورها بالشكل اثار السوشيال ميديا بشكل تقريبا حصل على ترند منذ الايام القليله الماضيه. ولكن انا حبيت اطلع اليوم اضع تعليقي في هذا المساله. طبعا كل الناس لما بتشوف لقاءات آلاء عبد العزيز مع زي الأستاذ عبد الرحمن صاحب قناة على اليوتيوب، زي أحد القنوات الأخرى اللي كانوا بيستضيفوا الداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز وكانوا بيكلموها، فكانت بتجاوب على أسئلة، وفي أسئلة ما بتعرفش تجاوب عليها. فأنا بشوف كل التعليقات. إحنا قنواتنا كإعلاميين أو كأصحاب قنوات بنقدم محتوى، قنواتنا بتتبني على تعليقات الناس، لأن الناس بيكون ليهم أسهم كبيرة جدا ودور كبير جدا مع صاحب القناة بتعليقاتهم، وبيشوف الآراء وبيشوف التعليقات وبيمشي على هذا النوعية. أنا شفت التعليقات على فيديوهات آلاء عبد العزيز، إن كل الناس بيقول لك دي بتثير الجدل، دي عايزة تعمل ترند، دي مش مريضة، دي بتدعي إنها مريضة. تعليقات في منتهى السلبية. أولا التعليقات دي لا ترضي المولى عز وجل، ده كده بنظلم إنسان أو بنظلم نفس دون وجه حق. يعني إيه اللي خلى حضرتك تكون واثق ومتأكد إن هي بتدعي المرض، أو بتدعي ساعات تغييب العقل ثم يعود لها مرة ثانية، أو بتدعي إنها عندها حالة نفسية، أو بتدعي إنها معمول لها عمل، أو بتدعي إنها عندها مسة أرضية، وكمان تسيب مجالها بأنها تكون داعية إسلامية محترمة محجبة بتوعظ الناس بالحكمة وبالقرآن وبالموعظة وبالهداية، وتطلع بالشكل اللي انتوا حضراتكم شاهدتوه ده عشان خاطر تقول لي الترند. انا ارفض الكلام ده شكلا وموضوعا. ولكن كل الاتهامات المباشرة اتجاه الاعلامية الاسلامية آلاء عبد العزيز دي اتهامات باطلة، وحضراتكم هترتكبوا ذنب في الاتهامات الصريحة اتجاه الداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز. فيا سادة محترمين، هنا ندعو ليها بالشفاء العاجل. اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين يا رب العالمين. نتمنى لها ان يكون في تحسنات وتطورات في حالتها النفسيه اللي هي بتمر بيها. ولكن مش معنى ما تحكموش على الانسان ان انا مثلا عندي ضغوط نفسي، انا مريت بحاله نفسيه، انا عندي مسه ارضيه، انا معمول لي عمل، ده مش معناه ان انا خلاص هتغيب العقل من كل ما تتسأل سؤال وتجاوب عليه. ابص في التعليقات، وايضا يعني المعلق يعني على الموضوع يعني او صاحب القناه البعض منهم يعني في نهايه الكلام بيقول لا انا اعتقد انها هي سليمه وبتدعي المرض، اعتقد ان هي كويسه وبتعمل كده عشان ده يكون ترند 2025. لا مش كده يا ساده يا محترمين، يعني ما تسووش الظن بالاخرين. يعني مع كامل الاحترام والتقدير لحضراتكم جميعا، يا رب كلامي يكون مفهوم وما يكونش كلامي تقيل على حضراتكم. وانا مش بتهم الكل من حضراتكم طبعا، ولكن انا كمان طالع اوعي حضراتكم ان البني ادم ما يكونش
يعني في كميه الظلم والكراهيه اتجاه الشخص اللي ظاهر امام الكاميرا، بان هو كل هدفه وكل سبب ان هو يحصل على الترند. اولا اللي بيحصلوا على الترندات احنا عارفينهم، وشكلا وموضوعا واساليبهم بتبقى باينه، درجتهم بتبقى واضحه. لكن انا واحد من الناس ما عنديش اي اعتقاد ولا 1%، يعني مش معتقد ولا مقتنع على الاطلاق ان هي فعلا بتثير الجدل وعايزه تعمل ترند. انا اعرف ان هي تعرضت الفتره اللي فاتت لصدمات كبيره جدا، منهم طبعا صاحب البرنامج او صاحب القناه اللي كان بيستضيفها تعمل البرنامج، تقريبا كده طردها اخر مره، وتعرضت لشويه ضغوط من زوجها اخر الفتره الاخيره. سبق طبعا كانت حامل كما قالت يعني في الشهر التاسع، وتغيب عنها عدة شهور طويلة وما سألش عنها. تعرضت لعدة أزمات كبيرة جدا، وده من الطبيعي إنه ممكن يسبب حالة نفسية أو حالة اكتئاب عند بعض الناس، فيعمل له انفصال في بعض الأمور، والدنيا والأمور تبقى ماشية عادي. يعني في انفصال في بعض الأمور عنده ما بيكونش لها أي إجابة، ولكن في إجابات كتير على بعض الأسئلة من ناحية أخرى. مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا، بخصوص عنوان الفيديو ان تم تحويل الداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز إلى مستشفى الأمراض العقلية، فده أنا سمعته طبعا من قناتين أو 3 قنوات، وعملت بحث كبير على أساس ان أوصل لأكتر من كده عشان أدي لحضراتكم تفصيل. ولكن انا ما اتكلمتش في الجزئيه دي لان ما عنديش اي او ما عنديش ما يثبت حقيقه هذا الامر. ولكن في كلا الحالتين او في كل الاحوال ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي جميع مرضانا، اللهم امين يا رب العالمين. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.